حطيت الممبار بقى في طبق وحطيت عليه شويه بريل. هتتخضوا من شويه بريل ده، بس هقول لكم بيعمل ايه البريل فيه. نقطه بريل صغيره. يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الرضا وكل حاجه حلوه عليكم. يا رب يبعد عنكم كل الشر ويحقق لكم كل احلامكم ويرضيكم ويرضى عنكم ويبارك لكم في اهلكم في ولادكم يا رب العالمين. النهارده بقى الجو حلو يا جماعه، يعني سبحان الله ربنا برضو بيحب عبده. اللي الجو حر قوي بس فيه هوا، نسمة هوا حلوه كده. النهارده عملت ايه؟ هنعمل بقى لازاليز ايه، ممابير اللي هي الممبار. هعمل النهارده الغدا. الروتين النهارده بتاعنا في المطبخ، مش هنطلع من المطبخ خالص. المطبخ ده حياتي، يعني من اول لما بصحى بتزرع في المطبخ كده، ما بخرجش غير اخر اليوم كده. فطار وغدا وترويق المطبخ وغسيل وكله في المطبخ. صحيت بقى، فتحت البلكونه بتاعنا وشمست الشقة كده، والشقة مترتبة من بالليل علشان اقوم كده نشيطة وموريش حاجة. انا بحب اروق حاجتي بالليل ساعات، يعني اوقات، يعني لما يكون ورايا تاني يوم حاجة اكلة يعني تقيلة زي دي، بكون مرتبة بيتي من بالليل. قمت بقى عملت فطار. كان عندي فول في الفريزر بفرزه كده علشان اطلعه يبقى على القد. حمرت البطاطس بحب اشيلها كده في التلاجة متقطعة في علبة وفيها مية، علشان لما يكون للعيال عايزين حبة بطاطس محمرة محامير، اطلع لهم حبة واقليهم. لسه اقشر ولسه اغسل وكده، لا هم ما بيكونوا متقطعين ومغسولين ومحطوطين في العلبة، مش بيحصل لهم اي حاجة في التلاجة. ده بقى فطار فطار كده اللي هو ابو مكة بيكون معانا في البيت. ما راحش الشغل النهارده الجمعة، فقلت انا اعمل اكل فطار كده حلو. هو ما بيفطرش معانا كل يوم، بيروح الشغل. ربنا يقويه ويقوي كل واحد على شيلته وعلى بيته يا رب العالمين. عملنا بقى فطار حلو كده، فطار ملوكي، لانشون وجبنه بيضه وجبنه رومي وفول وطعميه. لا طعميه، لا ما جبتش طعميه. لو طعميه كنت هطلع برا. النهارده ما طلعتش برا، كل حاجه من البيت عندي. والغدا طلعته من الفريزر يفك كمان. وبعت مكة السوبر ماركت جنبنا تجيب لي زبادي على الفطار مكان اللبن، عشان ما كانش فيه لبن. قلنا ناكل زبادي على الفطار وخلاص. وقالينا بيض بقى بالسمنة، علشان البيض ما شاء الله الايام ده كتير بجيب بالكرتونة. اللهم صل على النبي، يعني يا رب يفضل زي ما هو. وقطعت بقى شوية سلطة كده كبار، فلفل وخيار وطماطم. والعيش ده كان في الفريزر، طلعته كده يفك وزي الفل من غير ما اسخنه ولا حاجه. هو اصلا الجو خلاه اكنه طلع من الفرن كده. وده كان فطارنا بقى، فول وبيض وبطاطس وجبنه ومربى، عشان العيال بتحب المربى. والفول اللي انا بعمله تحفه تحفه تحفه. فطرنا بقى وخلصنا فطار ودخلنا على المطبخ بقى. كان في شويه مواعين كده صغيرين في المواعين في المحوض مكان الفطار، غسلناهم. وهنعمل النهارده منابير الممبار بقى اللي احنا كنا ماما جايبهولي تاني يوم العيد. كنت مفرزه، طلعته بقى يفك. حطيت الممبار بقى في طبق وحطيت عليه شويه بريل. هتتخضوا من شويه بريل ده، بس هقول لكم بيعمل ايه البريل فيه. نقطه بريل صغيره مش هيعمل حاجه، بس هتطلع الزفاره اللي فيه والريحه اللي فيه. انا غسلته كويس جدا 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 جدا، ما خليتش فيه ولا اي حاجه مش نضيفه. وكان مقلوب، غسلته وخليت اللي هي الطبقه اللي هي الناعمه جوه واللي عليها دهن بتكون برا يا حبايبي. وبقى غسلت بقلبه بالشكل ده. هو الممبار ما شاء الله مش ضيق، مش أمعاء غليظة، مش دقيقة، دي غليظة كبيرة. وحطيته في مصفى بعد ما غسلته كويس. وحطيت بقى عليه عصرت عليه ليمونتين كده، تمام، 4 انصاص. وشوية سكر دول يا جماعة ما بيخليش اي زفارة في يعني الممبار خليته قشطة قشطة. شوية السكر دول بيضيعوا اي زفارة، حتى لو ايديك حتى زفرة من سمك من فسيخ بيضيعوا من الزفارة جدا. جربوا السكر على اي حاجة زفرة كده، والله العظيم اختراع يا جماعة.
وركنتهم بقى على ترابيزة المطبخ في جنب كده، ينزل المية اللي فيه خالص، والسكر يعمل مفعول اللي هو يضيع الزفارة. رحت بقى للحوض، لازم اروق عليه كده من بعد الممبار بصراحة، يعني علشان الممبار بيطلع ريحة كده. حطيت بقى بريل ومعطر وحبة اريال كده اوكسي، وهرغي بقى، هخلي الحوض ده يعني مليان رغاوي كده علشان الريحة تروح. من بعد الحركة دي مفيش اي ريحة بقت في المطبخ خالص. غسلته غسلة حلوة كده، شايفين الرغوة دي؟ اي رغوة في الصيف بحسها اللي هي بتغسلني من جوه، مش بتغسل الحاجة. والعلبة دي بحط فيها السلكة وشوية مية، بتقضيني لنص اليوم، يعني علشان ما اعملش، ما استهلكش سلكة على طول. لو مش نضيفة برميها على طول يا جماعة. والبتاع اللي هو اللي على الحوض ده بمليه، علشان ساعات الموتور ما بيكونش شغال، بستعمل منه، بغسل بيه طماطمايه بصلايه. جبت بقى رحت بقى عشان اعمل الصلصة اللي هي التقلية بتاع المحشي. التقلية دي انا هعملها كمية كبيرة عشان هعمل النهاردة ممبار، وكمان هعمل حلة محشي اللي بكرة ان شاء الله. فيها جبت بصلة كبيرة بقى كده، البصل ده الجديد يا جماعة اللي احنا مخزنينه. بحب البصل وهو في البشاميل كده في الاول بقى بيكون مزقلط كده وجميل. جبت بصلاية كبيرة حلوة كده، وخرطتها خرط بقى صغيرة، حاولت اصغر اكتر من كده. خرطتها بسرعة كده، وحطيت عليها بقى معلقتين سمنة وحبة زيت حلوين كده، علشان المحشي بتاعنا والممبار يبقى مسمن كده وجميل ومفرفر رزاية، ومفرفر الرز اللي مفرفر فيه. حطيتها بقى على النار لحد لما تتحمر كده شوية، تمام. وقشرت حبة توم، فصين توم كده، علشان يا جماعة بحطهم في التقلية. واسيبكم بقى مع البت المسكرة دي، لازم تقف معايا في المطبخ، وعايزة تساعدني، لازم تشاركني في كل حاجة، ما بتسيبنيش. عايزة اقول لكم اللي وصل للفيديو لحد هنا ما ينساش يحط لايك ويصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا قشري يلا نقشر الثوم للبتي لولو اليوم، يلا نقشر الثوم للبتي لولو اليوم، هتبقى عروسة كبيرة. يلا يا لولو ارقص، يا لولو ارقص، يلا يا لولو ارقص، يلا 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 ترقصي ارقص، يلا يلا يا لولو ارقص، يلا ارقصي، يلا يلا يا لولو ارقص. لا ما وقعتش يا لولو. اغني لك؟ يلا نغني. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا ولاد طوطا تيتي طاطا. البت عند امها وابوها بيحبها، البت عند امها وابوها بيحبها، والكل ما جنبها في الحي وفي البلكونات. البنات ألطف الكائنات، غنوا يا ولاد طوطا تيتي طاطا. يا لولي يا شطورة. مين من خط خير؟ خليك في ايده، بس خليك اوف في ايده. خلاص اوف من من البوتاجاز، من النار. اوف معلش، وماما عندها اوف، مش فيها كده، فيها اوف. حبيبة ماما وقلبي ماما. كده بقى طولنا عليكم، نخلص التوم ونرجع ليكم. معلش بقى قطعت معاكم الفقرة دي هنا بقى. ننزل اقول لكم انا عملت ايه. خلصت هنا بقى تقشير الثوم، خرجت بقى الثوم حاجات بسيطة كده، لو عايزين نفرمها في الكبة او ندقها في الهون عشان تبقى ناعمة. انا بحب احط بقى في المحشي بتاعي اللهم صل على النبي البصلايه تتحمر كويس كده، تدبل معانا، وبحط 4 فصوص توم مهروسين، وفلفل اخضر واحد كده متقطع مكعبات صغيره. ودي خلطه محشي يا جماعه، بجيبها من عند العطار. توابل محشي بجد بتخلي التوابل اصلا فيها حاجات صغيره كده، تحس اللي هي بصل ناشف كده. بحب اجيب بقى التوابل دي وبحطها، اسيبها لحد لما تاخد لون، الريحه تطلع بتاع التوابل. وبحط فلفل وكمون وكزبره في قلب النار. انا بحب احط التوابل بتاع المحشي بتاع صلصه المحشي على البصله عشان تطلع ريحه في الزيت كده، بتطلع ريحه وبتخلي المحشي ريحته حلوه وطعمه حلو لما التوابل تتحمص. اما لو احط التوابل في قلب الصلصه ما بتبقاش ريحتها قويه قوي. هنا بقى قطعت الطماطم بتاع
الصلصة بتاعتنا وهضربها ضربتين كده. الطماطم بتاع المحشي يا جماعة مش بتتصفى، في ناس بتصفي الطماطم بتقعد تصفيها كده، انا ما بصفيش الطماطم خالص بتاع المحشي ولا بتاع المكرونة، ممكن بتاع الطبيخ بس اللي تتصفى. هنا وحطيتها بقى على البصلة وشطفنا الشفشق مكان الطماطم اللي فيه، مش هنسيب اي حاجة فيه، وحطيناها بقى وسبناها تغلي مع بعض، وحطينا مع شوية سكر في الصلصة علشان المزازة. وبقى ايه، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بروق بقى ترابيزة المطبخ كده. كنت جايبة ب10 جنيه كمون، ب10 جنيه حبة صغيرين خالص يا ولاد. حطيتها في بتاع الكمون. وهنا كنت جايبة توابل المحشي اللي فضل حطيته في البرطمان. واللهم صل على النبي. هعمل جنب الممبار ايه، قولوا لي بقى اللي بيتعمل جنب الممبار بتاعنا كرشة. شوفوا الكرشة ما شاء الله عليها، ما شاء الله. يعني الكرشة دي السواد اللي كان عليها كان بيتشال بسهولة يا جماعة. كل اللي انا عملته اول لما جيت حطيتها في مية وشوية ملح وشوية سكر، وحطيتها في مية عادية، يعني ايه مش ساقعة، مية فترة كده، وطلعتها. ما حطيتهاش في ميه سخنه خالص. ميه سخنه ايه، الميه السخنه دي بتخليها تجلد. شوفوا هم اصلا اللي اكنها صبحه، دي انا مطلعاها من الفريزر فكت. شوفوا لينه ومش مجلده في بعضها ونضيفه. بقطعها بقى خرط صغيره عشان اسويها، بخرطها. الكرشه دي كانت اللي هي فيها مربعات دي، واللي هي في ناس بتقول الشلاتيت، في ناس بتقول مورقه. اللي هي الكرشه اللي هي مورقه دي مكه بنتي عارفين بتقول ايه، بتقول لي يا ماما انا عايزه كرشه اللي هي شبه الكتاب، اللي هي ورقه وفيها ورق كتير، دي بتقولي زي الكتاب. غسلتها بقى غسله حلوه جدا. الحاجات دي انا بغسلها حلو جدا. بحط فيها بقى فلفل وكمون وبهارات لحمه وتوم وبصل، اهم حاجه التوم والكمون يا جماعه، وكزبره ناشفه، وقلبتها وحطيتها على النار لحد لما ايه، اللهم صل على النبي، لحد لما اسمها ايه، تتشوح. نشوح الكرشه حلوه قوي بتنزل الميه بتاعتها وتشربها تاني، تنزل الميه بتاعتها وتشربها تاني، واحنا نزود بقى الميه ايه لو نشفت. هنا بقى الممبار بتاعنا احسن حاجه اللي هو مش ضيق، فبحط فيه الصابعين الاتنين كده اللي هما يتفتح، وبنزل بقى بالصباع بايدي التانية في قلبه كده. الممبار انا بعمله صغير على قد ايه الاطفال اللي عندي، وكمان انا بحبه صغير، ما بحبوش طويل قوي كده، في ناس بتحب طويل، لا انا ما بحبوش طويل. لازم بقى ايه نفض الممبارية حلوة قوي. رز عليه بنشيلها علشان الرز ده ما ينزلش بقى وهي بتستوي ونلاقي رز كتير في قلب الحلة ما هوش شوربة، لا بنلاقي رز معجن كده، لا لازم نفضه كده كويس جدا. وقبل ما نحطه في المية بتاعته برضو بنشيل اي رزاية من عليه. هنا دي اكبر ممبارية انا عملتها. يعني دي ناس يا جماعة، انا سمعت في ناس بتشرب الشوربة بتاع الممبار المية اللي هي بتتسلق فيه بشوربة بيشربوها، مش عارفة. عايزة اقول لكم بقى اللي انا بعمل الممبار ده، يعني دي اكبر ممبراية اللي في ايدي، دي طويلة، اللي هي دي اطول واحدة انا عملتها. انا بحب اعمله صغير، وبنفض قوي الرز اللي عليه، وبشيل اي رز ايه من عليه قبل ما انزله في المية دي. الحلة دي مكان الصلصة باين عليها، مكان الصلصة بتبقى حلوة قوي. بنزل فيها الممبار وبحط فيها بقى توم، فصين توم وملح وفلفل وكمون، واول ما بتغلي بنزل فيها الممبار بتاعنا يا جماعه، وننزله في الشوربه بتاعتنا وبيتقفل من ناحيتين. وبعد لما استوى يا جماعه حمرته، المفروض يكون افتح من كده، بس ايه كانت ليان اللخمانه شويه. والشوربه بتاع الكرشه رايقه وجميله. انا بحب الكرشه اللي انا بعملها، ما بجيبش اصلا كرشه من بره خالص، ولا باكل من المطاعم اللي بره. رايكم بقى في الغدا بتاعنا بتاع النهارده، ويا رب تكونوا طلعتوا من الفيديو بمعلومه مفيده، واشوفكم في فيديو جديد على خير. باي باي.